صباح الخير. النهارده عايزه اخدكم معايا في اليوم بتاعي. انا نقلت من كاليفورنيا لولايه جديده، فعايزه اوريكم يومي دلوقتي عامل ازاي. في حاجات كتير اتغيرت ووحشني قوي اني اعمل لكم فلوج، فتعالوا نشوف اليوم هيبقى عامل ازاي. تنويه بسيط، شقتي مش متروقه فممكن نروقها النهارده، معرفش، على حسب هيبقى عندنا حاجات قد ايه في اليوم. ولكن انا ما عنديش ميتينجز كتير النهارده في الشغل، فقلت استغل الفرصه دي وانزل اشتغل من كافيه، فاخدكم معايا. بس الاول هنفطر. انا صحيت وصليت ولبست وحطيت سان سكرين وخلاص جاهزه هفطر وهنزل، فتعالوا نفطر ونروح. انتوا عاملين ايه وفطرتوا ايه النهارده؟ دي الحاجات اللي هاخدها معايا. الشنط بتاعتي، علشان انا دايما بختار شنط صغنطوطه وكتكوته بدل ما اختار شنط قويه، فدايما الشنط بتاعتي بتلاقيها بتبوظ بسرعه. المهم انا هاخد اللابتوب بتاع الشغل، الشاحن بتاعه، الشاحن بتاع الموبايل، العلبة بتاعت المايك، جورنال تانية، اقلام، هايلايترز، وهحط ستيكرز للجورنال برضو. بس كده. اذان الظهر بعد 4 دقايق، فهستنى 4 دقايق اصلي وبعد كده هنزل. جايلكوا رقبتي قد السمسمة. اول ما دخلت الكافيه قعدت اسكرول وما اشتغلتش وما جورنالتش، ولكن عادي هنبقى طيبين مع نفسنا، عشان احنا اصلا بنحاول دلوقتي نخرج من فترة ان احنا يعني نبقى قاعدين على الموبايل بس طول الوقت. فيعني واحدة واحدة عادي، مش مشكلة. قعدت شوية على الموبايل، ما ضيعتش وقت كتير على فكرة، ضيعت طبعا بس يعني مش كتير قوي، ده الفرق، مش كتير قوي. فاللبن المسكوب مش هنبكي عليه. هنقعد دلوقتي جورنال ربع ساعة وهتلاقوني اشتغلت فوكس سيشن 3 فوكس سيشنز ورا بعض. خلاص كده. لو حد مش فاهم ايه الفوكس سيشنز دي، ياريت تفتحوا فيديوز اللي انا بحطها في الديسكريبشن عشان تفهموا معانا. وشكرا. الحمد لله خلصت جورنالينج وحاسه ان انا عندي طاقه ان انا ابدا شغل، ونزلت فيديو على يوتيوب وعلى انستجرام وتيك توك، فيديو قصير يعني عن استخدامات بنترست. ده فيديو كان نفسي اعمله بقالي كتير عشان انا بحب بنترست قوي، وفي حاجات كتير بعملها. الراجل اللي قاعد جنبي في الكافيه بيبتسم لي دلوقتي، يعني هو عنده ميتنج بس يعني اعتقد ان صوتي عالي، فابتسم لي وبعد كده كمل الميتنج بتاعي. عادي، مش مشكله، عادي. انا ما بقيتش اتكسف ان انا اصور وانا مع ناس او يعني جنب ناس، الا لو ناس اعرفهم بيتكلموا عربي، ساعتها لا. فلا، للاسف لسه مش شجاعه للدرجه دي. فالمهم نزلت الفيديو اخيرا، فروحوا شوفوه لو عايزين تعرفوا استخدامات البنترست، وهروح اشتغل. باي. الحمد لله خلصت ساعتين شغل جامدين قوي. كان في شغل يعني تقيل، والحمد لله الساعتين دول كانوا بتركيز قوي، فخلصت حاجات كتير. بس لسه طبعا في حاجات تانية، فهحتاج على الاقل زيهم ساعتين كمان كده بتركيز جامد. بس قبل ما اعمل كده عندي مكالمة مع اصحابي اللي في مصر، سما ونسين،
هروح اكلمهم واخد بريك، وبعد كده هرجع تاني ساعتين كمان. اتكلمت مع صحابي وبعد كده ماما اتصلت عليا، فقعدت اتكلم معاهم واتبشرت كتير قوي، وبعد كده رحت كافيه تاني. فهنخلص الشغل اللي ورانا، يعني هنخلصه خلاص. انا في العادي اكيد مش بروح تو كافيز في اليوم، بس النهارده يوم شغل كتير وقلت افسحكم معايا، وبجد محتاجه اروق بيتي قبل ما اقعد فيه. الدرينك اللي انا جبته ده اسمه باترفلاي بي ماتشا حاجه كده، بس طعمه سما ونسيم ممكن يتصلوا تاني، فانا محتاجه اخلص شغل كتير قوي قبل ما يكلموني، فتعالوا نشتغل. الساعه دلوقتي 6 ل5 ولسه ورايا شغل، فهروح دلوقتي هعمل اكل وبعد كده هكمل شغل. رجعت البيت وصليت وحاسه ان انا طاقتي قلت شويه، فتعالوا نعمل مكرونه. انا اوريدي عندي فراخ كنت عاملاها بصوص مشروم جميله، فهعمل لها مكرونه بس وهسخنها في الميكرويف. تعالوا نعمل مكرونه. اول ما المكرونه تجهز بقى تعالوا نروق البيت. بحب قوي لما اسيب حاجه تتعمل وانا اروح اعمل حاجه تانية، يعني ده بالنسبه لي اعلى هاكس البرودكتيفيتي. بس كده الحمد لله الشقه محتاجتش ترتيب كتير والمكرونه استوت، فهحط الفراخ في الميكرويف دلوقتي واكل. بص الحاجات اللي معلقة على الحيطة. good things are coming good things are coming good things are coming. بقالي فترة كده بحب اجيب probiotic sodas دي، فهشربها مع الاكل النهاردة. اتفضلوا معايا يا جماعة الفترة دي انا عمالة اعمل وصفات تحفة. بعد الاكل هقعد اشتغل شوية، ممكن اكلم حد من صحابي تاني، وبعد كده هعمل النايت روتين بتاعي وانام. قولولي في الكومنتس لو عايزين نعمل اي فيديوز، انا بشوف الكومنتس كلها. وشكرا عشان قضيتوا معايا اليوم، شكرا على النصائح اللي بتسوها لي في الكومنتس، ساعات بقراها برضو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وستي راين.